بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة، لي عظيم الشرف أن أتلو عليكم بيان تأسيس اللجنة الوطنية للإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين في ملف بليرج. التأم ممثلون وممثلات عن منظمات حقوقية وسياسية ورقابية ومدنية وشخصيات وطنية للإعلان عن تأسيس اللجنة الوطنية للإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين في ملف بليرج، ووعيا منهم بما عرفه هذا الملف من اختلاق وتزييف وتزوير في حق جميع المعتقلين، الاختطاف والاحتجاز القسري قبل توجيه التهم، رفض السماح لمحامي الدفاع بنسخ ملفات القضية، رفض المحكمة التحقيق فيما تعرض له المعتقلون من تعذيب من قبل اعتماد تصريحات الشرطة، انعدام وسائل الإثبات وخفض سرية التحقيق، تزوير المحاضر إلى غير ذلك، واستحضارا لحقيقة أن الأحداث المنسوبة ظلما إلى المتابعين ترجع إلى مطلع التسعينات من القرن الماضي، وهي فترة تدخل ضمن النطاق الزمني الذي غطته تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة 56 التي اقترفت فيها الدولة نفسها لجميع أجهزتها القمعية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتأكيدا منهم على أن محاكمة هؤلاء المعتقلين كانت محاكمة سياسية انتفت في كل مراحلها أهم الضمانات كما يتطلبها القانون المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، واستحضارا لإطلاق سراح 5 معتقلين سياسيين كانوا متابعين في نفس الملف، وإنهاء معتقل سادس للمدة التي حكم بها عليه، حيث أن سيناريو هذه القضية المفبركة تم إعداده أساسا في ارتباط بهؤلاء المعتقلين 6 الذين غادروا السجون، وما بني على باطل فهو باطل بالضرورة، وتعبيرا منهم عن التضامن مع عائلات المعتقلين السياسيين، الأبناء الأمهات والزوجات، لما يتعرضون له من إذلال وإهانات أمام بوابات السجون، يقينا في عدالة قضيتهم وفي براءة ذويهم. وفي هذا الإطار، إذ تستنكر هذه الفعاليات باستمرار اعتقالهم وتطالب بالتعجيل بإطلاق سراحهم في أقرب الآجال، فإنها تعلن عن تأسيس اللجنة الوطنية للإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين في ملف بليرج، يقينا منها بعدالة قضيتهم ونضالا من أجل إغلاق واحد من أهم ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفتها بلادنا. وقد تم انتداب سكرتارية للجنة تضم الأستاذ النقيب عبد الرحمن بن عمر رئيسا، ومحمد النوحي منسقا، وكل من سمير رماش، منى البوش، حوري عامر، محمد قورة، عبد العالي حامدي، أحمد وحمان وعبد الإله المنصوري أعضاء. وقد صدرت اللجنة برنامج عمل نضالي تم الإعلان عنه في الإعلان عن أهم محطاته وخطوطه الرئيسية في هذه الندوة الصحفية، وشكرا. الدفاع بطبيعة الحال شفنا هو الخروقات اللي وقعت واللي استعرضت بعض المحاور ديالها التي تستوجب إبطال جميع المحاضر، لا المحاضر ديال الشرطة ولا المحاضر ديال التحقيق، وبالتالي تستدعي إعادة المتابعة، أو إذا كانت متابعة براءة هادشي اللي شدوا. هذا هو اللي تيهمني، ولكن يطرحنا من خلال المحاكمة ديالنا، لأن هذه محاكمة ذات الطبيعة السياسية، والفقه تيعرف ما هي الجرائم السياسية، إذا كان الدافع ديالها سياسي أو الغاية ديالها سياسي. وقلنا سياسية بحكم أو النوع المتناقض، بحكم الناحية الفقهية شنو نوع الأفعال الطبيعة السياسية، وقلنا سياسية لأنهم معتقلين فيها ناس اللي عندهم هيئات معينة ومكانة معينة وقادة ديال الأحزاب السياسيين، الحزب الحضاري، حزب الأمة،
ودرنا قرائن معينه طرحنا هذه المسائل لانه المقصود هو تعطيل الامه حيث البلد الحضاري الى اخره، خلق اسباب اخرى لتغيير ربما تكون اسباب اقتصاديه او اسباب اجتماعيه او اسباب دعائيه تستقصد غايه معينه خاصه بالمغرب او خارج المغرب. هذا الشيء كله طرحناه وماشي غير من ناحيه خاصه الظروف اللي تحقق فيها والظروف اللي اعتقل فيها واللي كان سبب وصلنا بالعلاقه ديالها مع اولا المجتمع المدنيه ديال حزب الامه، حيث اصطنعوا دعوى امام القضاء اللي خرجت الحكم القضائي الحلالي القضيه ديال حل حزب الاعلام. اذا هذه القرائن كلها الدفاع اتى اسئله حولها بانها تؤكد بانه الاعتقال ديال هذا القضاء والبلدين كله عنده دوافع سياسيه، والدوافع السياسيه او اهداف سياسيه. ثانيا انتظرنا كيفاش انه حنا ترجعوا 1991 بعد 17 او 18 عام عاد تتحرك هذه القضيه. فهنا القضيه ديال التمويل تيقولوا انه هذه الحركه عندها تمويل، في الاخير تلقاو كلهم ترجعوا تلقاو ما تيملكوا لا اموال لا نقديه في البنوك والى اخره. بصراحه المحاضر نفسها تقول هذه الحسابات ديالهم كذا، الحسابات ديالهم ما عندهم لا عقارات ولا كيفاش هذه الحركه ديال التمويل تيقولوا باغيه تقلب. اذا كاين قرائن كاين وقائع اللي يمكن الواحد يستنتج لها بان الدوافع كانت سياسيه. وعندنا تاريخ في المغرب في هذا الخصوص، الوقت اللي تيظهروا احزاب معينه في ظروف معينه وتكون معارضه لها تصطنع لها، والا لماذا لم تكن فعاليه؟ اذا ما كانتش الدوافع عندهم هي المقصوده، لماذا هذا المفرق ولا اللي كان يعني فيه واحد العدد ديال الخروقات، واحد العدد ديال الجنود، واحد العدد ديال بحيث الدوافع حصل معبر عن ذلك بعض الدفاع، لانه قد تكون الدوافع سياسيه. وحتى الاسلحه اللي تلقات الاسلحه الفرديه عندها جزء الفرديه، في حين انه الغايه نسبت اليهم هي غايه كبيره من كسب تم الا بواحد الشروط معينه وامكانيات ماليه كبيره وامكانيات كذلك ديال الاسلحه. هذا هو اللي تيخلي الاستنتاج ديالنا مشابه للمحاكمه السياسيه في الخلفيه ديالها والاهداف ديالها. حنا كمحامين وكرجال قانون تنشدوا الوقت اللي تتبقى الثوره وتوقع تكسير والاخره كل حاجه تسجل لها. هاد معجزه المحاضر ديال هاد الوقائع ديال الاسلام. ثاني الوقت اللي كتوجد المحاضر تعطى المحامين تيتحالوا المحاكمه، ديك الساعه نعملوا فوضى تنعرفوا شكون هو المتهم وشكون هو المتهم وشكون هو المتهم اللي اثباتات واضحه وثابته. فالغموض انا شخصيا باقي لا شك ما بقينا على محل الواقع تيوضع واحد العلامات استفهام، لانه كاين مشاكل ديال المغرب اللي واحد العدد يتعمد ان تظل غامضه اما عن جهل واما عن قصد، بس ما عمرك ما تفهم فيها بالاخير. واحد العدد المختطفين حصلوا في المغرب وساهمت توصل للحقيقه. قضيه جمعيه البركات المنازل ديال 66 ملف الى اخره وقعت عرقله لهذيك الهيئه الانصاف. كاين نظام يعمل على الشفويه وعلى تغميد المسائل وعلى التضليل فاذا وهذا من جمله النضالات اللي تخص مناظره الشعب المغربي من اجل ان يعيش في الوضوح وفي الحقائق. اذا كاين مسؤوليه القضاء والمجلس على اللي يتحمل المسؤوليه ديالو ويهرس الحكم. انت هرس الحكم وترجع هي القرون. الوقت اللي ينتقد هو الهيئه الجديده اللي تتحمل المسؤوليه ديالها. هذه مشكله ديال القضاء افضل من هذه المسؤوليه. هذا القضاء ديالنا اللي يتحمل المسؤوليه اللي يصبح قضاء عادل ومحايد وكفء ونزيه. اذا تحمل المسؤوليه ديالو من المؤكد اللي يطلع كل شيء براءه. كنطلع نظريا من ناحيه الشكليه والخروقات اللي وقعت. الباب الثاني فرضوا النظريه تحرك كاين مسؤوليه البرلمان. هل البرلمان اللي اصبح من حقه العفو الشديد
يمكن يقول بانه بعد ما يطلع الملف اقتنع بانه وقعت فروقات يكون عندهم الجرأه انه ماشي ليس الملفات، جميع الملفات اللي وقعت فيها فروقات ولا اكثر الفروقات التي تقع في المغرب، ويطلعوا حادث العفو الشديد ويضرب عصفورين بحجرين، يقلع الجريمه من هذا من اساسها ويقلع العقوبه ويصلح حتى العائلات. ناحيه التشفيه ديال كاين ايضا المسؤوليه ديال المالك. واش انا ساحه ديال الاستاذ اللي قال بعض التجاوزات وقعت في بعض الملفات ديال الاسلاميه هذه يدير عفو ما يسمى بالعفو الخاص. كاين مسؤوليه ديال الغرباء كلهم جميع الادوات كاداه من الادوات ديال الضغط المعفو كما قالت الاخت محي بان 20 فبراير الحركه ديالها دارت واحد العدد ديال الاثار ديالها على مستوى بعض القوانين وعلى مستوى حتى تحريك بعض الملفات ومنها الخروج ديال العفو ديال 25. هل زخم هذا هو اللي تخصنا نعولوا عليه كبير؟ الحكم هل تخص مبادرة اذا ما كانش عليه الضغط الجماهيري من جميع القوى ديالو؟ انا المداخله ديالي كانت بخصوص المعاناه ديال المعتقلين بصفتي زوجة احد المعتقلين في الملف وبصفتي الموسيقى الوطنيه لتنسيقيه العائلات باقي المعتقلين في الكليج. يعني المعاناه كما الاستاذ يعني الخروقات ما نقدروش نقولوا غادي نطرحوا جميع الخروقات، فالمعاناه ما يمكنش نحيطوا بجميع المعاناه اللي كانت عليها الاسر، لان المعاناه بدات من شهر يناير. المحاكمه بدات في شهر فبراير 2008 ولكن المعاناه ديال الاسر بدات في جونفي 2008 لان اكثر المعتقلين اختطفوا في شهر يناير. يعني في نهايه 25 يناير بدا مسلسل الاختطافات في حق مجموعه ديال المعتقلين. الملف كيفاش قدمته الدوله، كيفاش قدمته للمجتمع، كيفاش قدمته لينا حنا كاسر معتقلين، اننا زعقنا لما عرفنا بان الازواج ديالنا وبان الاسر ديالنا متابعه في ملف الارهاب، وماشي ملف ارهاب عادي، ملف ارهاب خطير بس بامن الدوله بسلامه الدوله والانقلاب، ويعني واحد العنوان طويل للتهمه اللي منسوبه لهاد الناس. فبدا مسلسل المحاكمه وتغيرت حياتنا بواحد 180 درجه. يعني الانسان اللي كان يعني جانا وسط سنه دراسيه وعام دراسي، يعني الحياه ديالنا توقفت. فبدينا المسلسل ديال المحاكمات اللي طال مده سنتين. ما نقدرش نحكي على المعاناه ديالنا طيله سنتين باش نعرفوا كما تيقولوا باللغه ديالنا راسنا من رجلينا فين غادي بين هاد الناس. ومعاناه خاصه ديال الابناء، يعني الابناء تخيلوا معنا ابناء كيفاش غادي يشوفوا. كاين الابن اللي ما بقاش غادي يمشي للمدرسه، علاش؟ لان غيولي غدا بدوك الارهاب. جا الافراج على المعتقلين الخمسه من نفس الملف. الحمد لله كان اللهم لك الحمد السنين دازتها وكاين هذا كانت وعود رسميه من الرئيس من الامين العام ديال المجلس الوطني سي السبار بان الامور غادي تكون على دفعات. خرجوا هاد الخط 6 من هنا واحد الشهر يخرجوا الاخرين على اساس نهايه شهر 7 غادي يكون الافراج النهائي للجميع. اذا كنا كنتفاجئوا بالاحداث ديال السنه اللي كان الاخ ترحلوا هاد الناس للمكناس ترحيل قسري. الان دابا 6 اشهر والناس في مكناس، يعني تحولنا من سجن الى سجن. كنا في السجن كنمشيو كنزوروا هاد الناس وكنشوفوهم كنطمئنوا عليهم كيعلق ولدو كيعطيه كيقرا معاه تيقول له شتا لي درت هذا. فاذا بنا كنولي في زياره مشبكه، زياره يستحيل معها التواصل مع هذا السيد ومراقبه شديده ديال الموظفين ديال السجن. دابا راه شي شويه رخفوا علينا واحد شويه ولا خلوا غير جوج. الاكل ما مسموحش لينا نديو. الناس كانت في السلا كتقدر طيب كتقدر تاكل داكشي اللي بغات. الناس عندها حالات صحيه خطيره. دابا الاكل غادي ديال السجن الا ديتي شي حاجه هاد النهار كتكالي. الابناء لحد الساعه 6 اشهر الابناء محرومين من الزياره ديال الاباء ديالهم. انا الابن ديالي يعني حتى البارحه طرح عليا سؤال علاش بابا مابقاش كنشوف. يعني صبر 6 شهور باش يقدر يسولني السؤال. انا كنت كنظن انه ناسي على الوقت، ولكن هو ناسي ماشي ناسي، هو مخبي داكشي الدماغ ديالي. علاش مابقاش كنمشي نشوف بابا؟ كتقولوا بعيد كتقولوا هذا ما عنديش. كاينين الناس يعني حبسات الحياه ديالهم عاوتاني بشكل يعني افضل من الشكل الاولاني باش يعتقلوها المره الاولى. ما كتلقاش اجابه لهاد الابناء. طالبنا المسؤولين بانهم يحسنوا لنا الوضعيه غير شي شويه، غير يشوفوا رحمه من الابناء. لحد الساعه مازال ما كنتش